رأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد افتتاح الأسبوع المغربي بأرض المعارض بأبو ظبي، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ. وقد قام جلالة الملك حفظه الله بزيارة لمختلف مرافق المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يتضمن عروض عدد من الفرق الفولكلورية المغربية ومعرض للقفطان المغربي والحلي وورشات الصناعة التقليدية. كما زار جلالة الملك حفظه الله معرض كنوز المتاحف الوطنية الذي تضمن عدة أجنحة، منها جناح الهندسة المعمارية والعلوم والمعرفة والخيل والفروسية. التفاصيل. تنطلق في العاصمة أبو ظبي فعاليات الأسبوع المغربي، وهي الفعاليات التي تقام على هامش زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تزامنت مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 44 لذكرى تأسيس الاتحاد. ويرعى جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وأصحاب السمو الشيوخ حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الثقافي المغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يجسد في بعده الثقافي مدى طموح المغرب والإمارات في إرساء قواعد العمل المستقبلي الداعم لتعاون يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والثقافية، إلى جانب تعريف الأشقاء في الإمارات بالثقافة والتراث المغربي باعتباره مكونا أساسيا للهوية المغربية وركنا أصيلا من تاريخ وحضارة المغرب. ويحق للبلدين أن يفخرا ويعتزا بما حققاه من إنجازات بفضل قيادة رشيدة تتحرك في كل اتجاه صونا للحضارة والتاريخ والأصالة والتراث. وقد حرص الأشقاء الإماراتيون على التنسيق الكامل مع أشقائهم المغاربة في الإعداد لهذا الحدث الكبير، وساعدوا على نقل هذه التظاهرة وتسويقها عبر العالم من أبو ظبي بصورة تجعل المتابع يعيش فعاليات معرض الأسبوع المغربي بأبو ظبي لحظة بلحظة، وتسخير كل الإمكانيات لنقل صورة رائعة للتراث والفن والتاريخ المغربي الغني. معرض يوثق للأعمال والحرف اليدوية التي توارثها أجيال المغرب جيلا بعد جيل، ومعرض يرسم لوحات تراثية تعرف مجتمع الإمارات بالثقافة والتراث والإبداع الحرفي المغربي. معرض كبير يقدم تجليات من التراث المعماري المغربي والفنون التقليدية المرتبطة به، والتي برع فيها الحرفيون المغاربة نتيجة تمازج الحضارات والثقافات التي تواجدت بالمغرب على مر العصور. وتشكل كنوز المتاحف الوطنية فضاء ثقافيا تراثيا متنوعا يعكس الحضارة المغربية الأصيلة في شتى المجالات، تاريخية ثقافية فنية وفولكلورية. كما أنه يبرز بشكل مميز الثقافة المغربية الضاربة في أعماق التاريخ، كما أنه يعتبر وسيلة من وسائل اكتشاف هذا التاريخ المغربي العريق والمتجذر. فكل منطقة تزخر بخصوصياتها وثقافتها المتعددة وغنى حضارتها، وكل هذا التنوع في التركيبة الاجتماعية المغربية انصهر في بوثقة اسمها المغرب. حافظ هذا المغرب الكبير على تراثه ضمن التنوع والخصوصيات، ونجح في الحفاظ على التماسك، وقاد مسيرة التطور والإشعاع في الماضي والحاضر بعزيمة وثبات واقتدار تحت رعاية ملوك أشراف حموا وصانوا وحافظوا على أصالة المغرب وتجذره واستقراره وتميزه. فالمغرب حافظ على تراثه العريق المستوحى من ينابيع مغربية خالصة أصيلة، والمغرب حمى روافده المتداخلة المتعددة
والمغرب صان التمازج العريق بمكوناته اللغوية الأمازيغية والصحراوية الحسانية والعربية الإسلامية، وكل هذا دليل على الدور الذي يمكن أن يلعبه البعد الثقافي والتراثي في تعزيز العلاقات بين المغرب والإمارات. وكل هذا ياتي في إطار العزم الوطيد للبلدين في إعطاء مزيد من الدفعات القوية المتواصلة للتعاون والتواصل الثقافي حتى يكون منسجما متناغما مع الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تقلد جلالة الملك حفظه الله عرش أسلافه الميامين يولي الرعاية المثلى للنهوض بالمشهد الثقافي المغربي باعتباره محورا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجالات تشجيع الإبداع وصون الذاكرة وحماية الحقوق الثقافية وتعزيز الحوار بين الحضارات. وشكل الحفاظ على الموروث الفكري والثقافي وتثمين الهوية المغربية برموزها المختلفة خيارا يعكس الإرادة القوية في الدفاع عن قيم التعدد الثقافي من خلال القيام بمجموعة من المبادرات التي ترسخ هذه الثروة الوطنية من وسائل المحافظة عليها والنهوض بها وتنميتها. كل ذلك يتمثل في هذا المعرض الكبير المقام بأبو ظبي ويرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي تتنوع فعالياته وتتناول التاريخ والفن المغربي والتحف واللوحات المغربية المرتبطة بتراث وثقافة المغرب، إلى جانب المنتجات المختلفة للصناعة التقليدية والطبخ المغربي الحاضر في بعض الأكلات التي تجسد التنوع بين مختلف ثقافات المغرب، شماله بجنوبه، شرقه بغربه. معرض الأسبوع المغربي الثقافي التراثي الذي هو متنوع بفنونه وعروضه ومتاح لعموم مجتمع الإمارات للاطلاع عليه والتعرف على مسيرة الفن والحضارة المغربية الأصيلة. كل هذا وغيره كثير يشهد على مدى الأوج البعيد الذي أدركه الإشعاع الحضاري المغربي، فهو فيض منهمر متدفق متنوع من الإبداعات الرفيعة في مختلف المجالات، وهو نبض متحرك ترعرع وازدهر اعتمادا على نبعه الأصيل واغترافا من معينه الأول، وهو تاريخ المغرب وتراثه العريق وثقافته المتميزة وموروثاته ذات الروافد المتعددة والمتنوعة التربة. ومن المحافظة على الهوية المغربية في أسمى تجلياتها تبنى المسارح والمعاهد والمتاحف وصروح الثقافة والفنون والفكر، وتنظم المعارض بالداخل والخارج لتكون منارات للاعتناء بكل المكونات الثقافية والمحافظة عليها في بوثقة الأصالة والحداثة، بما يعرف أشقاءنا في الإمارات وفي كل مكان بثقافة وتراث المغاربة التي يضعونها سخية معطاءة رهن إشارة الأشقاء والأصدقاء في كل العالم. ويشكل الأسبوع المغربي